السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي إلى المجلس 29 من مجالس شهر رمضان المبارك. أحبتي الكرام، بالأمس دخل رمضان. يا الله يا رمضان، ما أسرع خطاك، تأتي سريعا وتمضي على عجل. اللهم فاغفر لنا فيه يا رب العالمين. فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لكم زكاة الفطر في ختام شهر رمضان المبارك، وزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، على الذكر والأنثى، على الكبير والصغير من المسلمين. رواه الشيخان. زكاة الفطر لا تجب على الحمل إلا أن يتطوع بها المسلم، وكذلك لا تجب على من لا يقدر عليها. وزكاة الفطر إحسان إلى الفقراء وتطهير للصيام من اللغو والرفث، وإظهار شكر نعمة الله تعالى بإتمام الصيام. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه ابن ماجه. ويجب إخراج زكاة الفطر من طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز، ولا يجزئ إخراجها من غير طعام الآدميين، كذلك لا يجزئ إخراجها من النقود أيضا، أي قيمة الطعام، بل يجب أن تخرج طعاما للفقراء والمساكين. ومقدار زكاة الفطر صاع كصاع النبي عليه الصلاة والسلام، أو 4 حفنات على كف الرجل المعتدل، أي ما يقارب 3 كيلو عن الشخص الواحد. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، فمن مات قبل الغروب لم تجب فطرته، ومن مات بعد الغروب وجبت فطرته، ومن ولد قبل الغروب لم تجب فطرته، ومن ولد بعد الغروب وجبت فطرته. سبحان الله العظيم. ووقت إخراج زكاة الفطر له وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فإخراج الزكاة قبل خروج الناس إلى مصلى العيد أي يوم العيد، وأما وقت الجواز فإخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر، فإن أخرها بلا عذر لم تقبل منه أبدا، بل هي صدقة. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. رواه البيهقي. ويجب إخراجها للفقراء في المكان الذي هو فيه وقت إخراجها، ويجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من واحد من الفقراء، ويجوز جمع زكاة الفطر ودفعها لفقير واحد، كما أن الفقير يجوز له أن يدفعها إذا استلمها، أن يدفعها عن نفسه أيضا للفقراء من المسلمين. إلى هنا أحبتي وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو من زكاة الفطر. أرجو أن تستفيدوا من هذا الفيديو، وأيضا أن تنشروه حتى يعم الخير لجميع المسلمين.